السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. الزمالك في الميعاد. الحمد لله، طبعا بنبارك للعيبة نادي الزمالك وجهازهم الفني ومجلس الإدارة وجماهير نادي الزمالك، الجماهير العظيمة، الجماهير الوفية، الجماهير المخلصة، الجماهير اللي دايما في الميعاد ودايما بتدعم ودايما في ظهر فريق الكورة. وزي ما احنا شايفين، يعني برغم الخسائر اللي حصلت في الفترة اللي فاتت والتعادلات والإخفاقات للفريق الأول، ولكن برضو الجماهير هتفضل الداعم الأول والمساند الأول لفريق الكورة. النهاردة شفنا فريق الزمالك في ثوبه الجديد. طبعا يعني طريقة اللعب النهاردة والأداء، يعني الحمد لله تحسن كتير. يعني شفنا في رجولة في الملعب، في قتالية، في لعب، في استماتة، في رغبة. أهم حاجة يكون عندك رغبة في إن أنت تفوز، ودي كانت موجودة النهاردة. الزمالك عمل ماتش كويس أمام الترجي، وظهر بمظهره، وظهر بثوب القائد وثوب البطل. كان الفوز هو ده اللي احنا بنتمناه، وهو ده اللي احنا عاوزينه من اللعيبة. يعني انزل الملعب، حسسني ان انت عايز تفوز، حتى لو ما حصلش فوز، بس انا هسقف لك في النهايه، لان انت كان عندك الحافز ان انت تفوز. ما فزتش يبقى خلاص، ربنا مش كاتب لك ان انت تفوز، لكن اشوف قتالك في الملعب، اشوف حرقتك في الملعب، غيرتك على الفانيلا، غيرتك على الجماهير اللي عايزه تفرح. هو ده اللي احنا كنا بنطالبه من اللعيبه. فالنهارده الزمالك الحمد لله انصفنا النهارده وفرحنا، وفرح كل المصريين طبعا، سواء زملكاويه او اهلاويه. طبعا احنا دلوقتي يعني بنشجع الزمالك وهو بيلعب في بطوله خارجيه، فبرغم الانتماءات، يعني في مشجعين زمالك وفي مشجعين اهلي، بس كان الكل بيتمنى فوز الزمالك، وده اللي احنا بنتمناه. وده يعني ده اللي هو يعني في زي في روح المنافسه. واحنا بنلعب في مصر، انت شجع فريقك وانا اشجع فريق، مفيش مشكله. انما واحنا بنلعب بره كلنا واحد، كلنا جمهور واحد، لكن منتخب مصر بالظبط، لان انت بتمثل مصر، والاهلي بيمثل مصر، بيراميدز بيمثل مصر، فيوتشر بيمثل مصر. فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك في المباريات المقبله. وطبعا لسه الصعود في ايد لعيب الزمالك، مش في ايد حد، في ايدك انت ان انت تصعد. فوز الزمالك المباراه المقبله ان شاء الله يا رب على شباب الوزداد في الجزائر، ده بيقربك من الصعود بنسبه يعني 85% او 90%، لان انت هيكون عندك مباراه المريخ على ارضك، فمن السهل ان انت تفوز. انت كان من السهل ان انت تفوز على المريخ اصلا في ليبيا، ولكن انت اللي اهدرت الفوز، مش المريخ اللي يعني نجح في التعادل. ما انت اللي سبت الماتش كده، انت اللي خليت الماتش يخلص تعادل، اصلا كان في لك ان انت تفوز. فزي ما احنا ضيعنا الفرصه من ايدينا في الاول بتعادلنا مع شباب، هزيمتنا من شباب الوزداد هنا، هزيمتنا من الترجي في تونس، وتعادلنا مع المريخ. لا، احنا فدنا بقى دلوقتي ان احنا اللي نصعد، احنا اللي نصعد نفسنا، مش هنستنى الفرق التانية تخدمنا. فبنتمنى التوفيق لنادي الزمالك في المباريات المقبله في بطوله افريقيا، البطوله الاهم والاعرق والاهم لجمهور الزمالك اللي غايب عننا من سنين. بنتمنى فوقان الجهاز الفني، لان الجهاز الفني لما بيفوق بتوصل الرساله للعيبه، فبالتالي بنشوف الاداء الرجولي في الملعب. شكرا، ومستني دعمكم واشتراككم في القناه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.